أكيد سمعتي عن ضجة بيوتي بلندر وفرش سيجما، لكن هل فعلا أنتي محتاجتهم أو لا؟ كثير مشاهير نشوفهم يستخدموا بيوتي بلندر أو فرش سيجما أو أي ماركات متعددة، لكن ما نعرف ليش ومتى أستخدم البيوتي بلندر أو الفرش. فاليوم راح أقول لكم كيف. بيوتي بلندر، راح تستخدمي بيوتي بلندر إذا كنت من الناس اللي يحب أو يستخدم فاونديشن فول كفر وكمان حابة يكون شكلك طبيعي، فبيوتي بلندر أفضل من الفرش لك. النوع الثاني اللي هي الفرش، راح تستخدميها للاستخدامات أو الناس اللي تحب الفاونديشن متوسط التغطية أو خفيف التغطية. سويت فيديو من قبل عن كيف نطفي بيوتي بلندر والفرش، راح أحط لكم الروابط تحت. إذا استفدتي من معلومة اليوم شاركيها صاحباتك، وكمان لا تنسي اللايك ل3 أسباب. أول شي هذا الشي يسعدني، ثاني شي حمسني أنزل فيديوهات أكثر، ثالث شي أعرف إنه عجبكم الفيديو. وقبل ننهي الفيديو حابة أذكركم بالمسابقة حقت أرواج كيلي. 5 ألوان اخترتها لكم تقريبا من أكثر الأرواج المشهورة من أرواج كيلي، فأتأكدوا إنكم تدخلوا المسابقة قبل تخلص. بقي كم يوم تخلص. Only you could set my heart on fire, on fire. Yeah, I'm